السلام عليكم، كي درتو بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم على خير. اليوم جبت لكم كيكه سهله خفيفه ومقادير بسيطه اقتصاديه توجدوها. هذه كيكه يوميه توجدوها دائما لوليداتكم لعائلاتكم. ما نطولش عليكم، ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. اذا هنا عندنا الكاس ديال اللي غادي نطحنوا فيه هذا الكيك. هذا عندنا 3 ديال البيضات، شويه ديال الملحه، واحد الساشي ديال الفاني. كنطحنوا كل شيء ومن بعد كنضيفوا كاس ديال العنبه ديال الحليب وكنحركوا. وحنا كنحركوا كنزيدوا نص كاس ديال الزيت بشويه بشويه حتى كيتخلط لينا الخليط. هنايا كنضيفوا معلقه كبيره ديال الخل، صافي كنخلطوا الكل جيدا ومن بعد كنضيفوه هنا في واحد البول وكنزيدوا الطحين عندنا هنايا الكاس الاول الثاني كنخلطوا ومن بعد كنزيدوا الكاس الثالث دائما بالعبار ديال الكاس العنبه وكنضيفوا جوج ديال الخمارات. كنخلطوا الكل جيدا على هذا الشكل. هذا كيكون القوام ديال الكيك. كناخذوا منه واحد شويه كنضيفوا ليه واحد المعلقه كبيره اولا معلقه صغيره عامره ديال الكاكاو المر. صافي كنخلطوه ومن بعد كناخذوا المول ديالنا على هذا الشكل. المول طويل كتجي فيه زوينه بصراحه، وكندهنوه بالزبده وكنرشوه بالطحين ومن بعد كنخويو الخليط ديالنا على هذا الشكل. هذا صافي كناخذوا الخليط ديال الكيك اللي درنا معاه الكاكاو وكنوضعوه هكا عشوائي من الفوق كيف ما كتشوفوا. الفيديو موضح لكم. هنا كناخذوا واحد السكين وكنبداو نديروا تموجات هكا عشوائيه باش كيجي المنظر ديال الكيك ديالو زوين. صافي كنشعلوا الفران ديالنا كندخلوه الفران حتى كيطيب وكنخرجوه. الصراحه كيك زوين يعني ديال ديما، هذا كيك يومي. صافي هنا بعد ما طابت لينا الكيكه كتجي على هذا الشكل هذا زوينه في المنظر ديالها وفي الشكل ديالها وفي الخفه ديالها وفي المذاق ولا اروع. كيف ما دائما كنجيب لكم شي حاجه اللي خفه نزربن. ما تنسونيش من الجيم والتعاليق الزوينه ديالكم، والناس اللي عاد دخلوا يتابوناو باش يوصلهم كل ما هو جديد. كيف ما شفتوا كتجي خفيفه وزوينه. نتمنى تجربوها وتعجبكم. الى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.